جدول صرف أكثر من 15 مليار جنيه لأصحاب المعاشات. إليكم عن تفاصيل هذا الخبر الهام والعاجل. في بيان هام وعاجل لأصحاب المعاشات: هو الشغل الشاغل لأصحاب المعاشات في هذه الفترة الحالية معرفة توقيت وجدول صرف معاشات شهر يناير القادم من العام الجديد 2021. كل عام وأنتم بخير. والذي سيتم صرف معه الدفعة الثالثة من العلاوات الخمسة، بعدما جاري صرف الدفعة الأولى في شهري يوليو وأكتوبر الماضيين. ومن جانبه لم يصدر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية برئاسة اللواء جمال عوض أو وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القنباش بصفتها رئيس مجلس إدارة البنك أي قرارات حتى الآن فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولكن من المتوقع أن يتم صرف معاشات شهر يناير في مطلع الشهر كما يجري كالعادة في الأشهر السابقة، وذلك في ظل وجود متطلبات عاجلة من الاتحاد العام لأصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي بتقديم موعد صرف معاشات يناير في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي. والجدير بالذكر أن أصحاب المعاشات يتقاضون شهريا أكثر من 18 مليار جنيه من الدولة، ويقدر عددهم حوالي 10 مليون قائم بالصرف ومستفيد. وبكده نكون وصلنا لنهاية هذا الخبر. طبتم وطابت أوقاتكم، نلقاكم دائما في أفضل صحة وحال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.